السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز من غير فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة خالص. هنعملها بطريقة سهلة كده وإن شاء الله تطلع معانا مظبوطة وحلوة هتعجبكم بإذن الله. هنقول مع بعض المقادير. معانا كوبايتين رز، أنا غسلاهم طبعا ومنشفاهم. كوباية أنا طحنتها كده يا دوبك كسرتها بالخلاط، والتانية خليتها ناعمة زي ما احنا شايفين، بس طبعا حطيت شوية من الناعم على الخشن. ومعانا بصلاية ومعانا بيضاية ومعانا خضرة. الخضرة ديت يعني تشكيلة خضار كده على بعضها، بقدونس على شبت على كزبرة. ومعانا بطاطساية بشراها بالشكل دوت، بطاطساية يعني حلوة كده متوسطة. وطبعا الملح والفلفل الأسود ومعلقة آه بيكنج باودر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. تعالوا بقى ايه هنسيب ده شوية، وهناخد البصلاية كده على الرز. هناخد الخضار ناخد شوية كده كويسين، وهننزل بالبضاية والبطاطس. بقى هنحاول كده نصفيها من المية اللي تبقى فيها بالشكل دوت، لان طبعا الخضار والبيض هيديك مية. صفي كده بالشكل دوت. انا حسيت ان البودة ضيقة فقلت اغيرها ونجيب واحدة اكبر شوية عشان نعرف نقلب كل دوت. ناخد بقى الملح والفلفل الاسود ومعنا معلقة بهارات نشكل كده او 7 بهارات. ومعنا كمان بيكنج باودر، هناخد معلقة كده عشان تنفشها. وهنقلب كل دوت مع بعضه كده. هنبدأ بقى نضربها في الكبة او مطحنة الخلاط. انا معايا كده مطحنة الخلاط. هنبدأ ناخد شوية كده ونضربهم بالشكل دوت. هضربهم وارجع لكم تاني ونشوف هيبقى شكلها ايه. هنضرب طبعا كل المكونات دي كلها وهنشوف شكلها ايه ان شاء الله. وده شكل الكفتة بعد ما ضربتها في الكبة او الخلاط. هنبدأ بقى ناخد شوية من الرز الناعم دوت ونعجنها كده. انا هنا زودتها شوية رز كمان، وهنبدأ بقى نصبها. معلش كان في ناس جاتني اضطريت اقوم واسيبها شوية.
نبدأ بقى نصبعها بالشكل دوت هي. والزيت على النار هنبدأ بقى نحمرها. طبعا مش هتخس معانا لان مفيهاش اي نسبة دهون خالص، فكده مش هتخس معانا بالشكل دوت اهو. هنصبع المقدار كله واروح احمرها وارجع لكم ان شاء الله. هي شايفين متماسكة وجميلة جدا هي. ونحاول تبقى الصوابع كلها يعني في مستوى واحد، تبقى كلها قد بعضها هي. هروح بقى احمرها وارجع لكم تاني ان شاء الله. وكده حمرت شوية زي ما احنا شايفينها، طبعا سخنة وجميلة جدا وما خستش خالص طبعا عشان قلنا ان ما فيهاش دهون. هنبدأ بقى نعمل لها الصلصة بتاعتها. هكمل بقى باقي المقدار، اكمل تحمير وارجع لكم تاني ان شاء الله. ودي كمية الكفتة كلها بعد ما حمرتها. هنروح بقى نعمل الصلصة بتاعتها ونشوف هنعملها ازاي. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز هنعمل الصوص بتاع الكفتة. بسم الله. معانا الحلة هناخد شوية زيت، نستنى كده لحد ما تسخن شوية. وناخد بقى معاها شوية توم، طبعا انا نسيت اقول لكم ان الكفته لونها اتغير معايا لان طبعا هي بطاطس، والبطاطس لما بنستنى عليها شويه طبعا لونها بيغمق، فانا كنت سبتها وكان زي ما قلت لحضراتكم ان كان في ناس عندي فسبتها شويه فلونها غمق شويه كده معانا. وزودتها كمان شويه رز مطحون اللي احنا كنا عاملينه دوت، فزودتها شويه لحد ما اتمسكت كده مع بعضها. طبعا عايزه تجربيها في الاول بتجربي واحده بقى تعملي تصبعي كفته صباع كده وتحطيه في الزيت. اذا يعني فرشت معاكي كده هتعملي ايه؟ هتزودي كمان يا اما بضايه يا اما معلقتين بقسماط بس كده لحد ما تتماسك معاكي، وتعملي وتحمريها بقى زي ما حمرناها سوا كده. ونبدأ بقى نعمل الصوص. عايزين كده نحمر الصوص نحمر الثوم علشان مش عايزينه يحمر، لان طبعا احنا عارفين لما الثوم بيحمر معانا او يغمق بيمرر معاكي ويبقى طعمه مش حلو، فاحنا مش عايزينه يغمق معانا، احنا بس كده بنصفره بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين التومه بدأت ريحتها تطلع كده. هنبدأ بقى ناخد معلقه من الصلصه، اقلب كله كده بسرعه. ناخد كمان معلقه، هنقلبها شويه كده عشان الحموضه بتاعت الصلصه طبعا الماده الحافظه اللي بتبقى موجوده فيها.
هبدأ بقى اخد، انا عاملة صلصة، هنبدأ بقى ناخد شوية كده. نبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا والصلصة كده وهي على النار. معانا الفلفل الاسود، والملح، معلقة من الكاري، عفوا بابريكا اللي انا حطيتها دي بابريكا، وهنزل كمان بمكعب مرقة. هناخد بقى الكفتة، نبدأ بقى نقلب الكفتة كده في الصوص. هنغطي عليها بقى ونسيبها 5 دقايق كده، وبعد كده نزود مية. حابة تحطي بطاطس تحطي عادي، لكن انا هعمل عايزاها كفتة بس لوحدها، لان عندي خضار تاني مطبوخ، فانا عاملة الكفتة ديت في ريحها بس كده. هنغطي عليها بقى ونسيبها زي ما احنا شايفين. هنقلبها كمان كده تقليبة، وبعد كده هنزود لها المية علشان تستوي. طبعا هنزود مية، عندك شوربة ماشي، ما عندكيش يبقى مية سخنة. هنزود كده شوية من المية بس كده. هنقلب كده بس بقى كده، هنغطيها لحد ما تستوي ونشوف هيبقى شكلها ايه. ودي شكل الكفتة بعد ما استوت كده. بقى تقدميها مع رز ابيض او رز بالشعرية، شايفين شكلها. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.